أسد ضخم، ملك الغابة، واقف بثبات، عينه على غزالة قدامه. كل حاجة محسوبة، المسافة، السرعة، التوقيت. لحظة واحدة بس هي اللي فاصلة بينه وبين وجبة هتنقذ حياته. وفجأة الغزالة قدامه تبقى ضباب، ملامحها تختفي، المسافة تختلط. الانقضاض اللي كان محسوب بدقة يتحول لخطأ قاتل. والخطأ هنا مش مجرد فشل صيد، ده بداية النهاية. قبل ما نكمل، صلي على النبي في الكومنتات، ولو لسه جديد معانا اعمل سبسكرايب وفعل الجرس علشان تكون أول واحد يشوف الفيديوهات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال اللي يمكن عمره ما جه في بالك: هل الحيوانات ممكن يضعف نظرها زي البشر؟ ولا إحنا بس اللي بنتأثر بالسن والموبايل والأمراض؟ الحقيقة إن الإجابة مش بس غريبة، لكنها مرعبة شوية، لأن الحيوانات فعلا بيحصل لها نفس اللي بيحصل لنا، ويمكن أسوأ كمان. خلينا نبدأ بحاجة بسيطة لكنها عميقة: قرود البونبو، كائنات قريبة جدا من الإنسان. العلماء لاحظوا سلوك غريب عندهم. كل ما القرد يكبر يبدأ يبعد الحاجة اللي بيبص عليها عن عينه، مش لأنه عايز، لكن لأنه مضطر. لأن عينه ما بقتش شايفة التفاصيل القريبة زي زمان. المشهد ده لو شفته هتحس إنك بتبص على إنسان كبير في السن بيحاول يقرأ وبيبعد الورق عن عينه علشان يشوف. وده دليل واضح إن الزمن بيأثر على الجميع بدون استثناء. لكن تعالوا نسيب الغابة شوية ونبص على أقرب حاجة لينا: الحيوانات اللي عايشة معانا في البيت. الكلب اللي بيلعب قدامك، اللي حافظ كل ركن في البيت، ممكن في يوم من الأيام يبدأ يشوف الدنيا بشكل مختلف. لون عينه يتغير، ضباب خفيف يظهر، حركته تبقى أبطأ، مش لأنه كسلان لكن لأنه ببساطة مش شايف كويس. الحالة دي اسمها تصلب عدسة العين، ومع إنها مش بتسبب عمى كامل لكنها بتغير طريقة رؤيته للعالم. تخيل إنك شايف كل حاجة، بس مش بنفس الوضوح. شايف لكن كده مش واثق، حاسس لكن مش متأكد. ومع ذلك الكلب بيكمل حياته بشكل طبيعي. ليه؟ لأنه بيعتمد على حواس تانية أقوى بكتير: الشم، السمع، الذاكرة. حاجات احنا كبشر بنعتمد عليها أقل، لكنه بيعتمد عليها في كل حاجة. وده اللي يخليه يعيش حتى وهو مش شايف كويس. لكن القعدة دي ما تنفعش في البرية، في الغابة مفيش فرصة تانية، يا تصطاد يا تموت. الحيوان المفترس عينه هي حياته، أي خلل فيها بيكلفه كل حاجة. ومع مرور الوقت الحيوان الكبير في السن يبدأ يخسر أهم ميزة عنده: الدقة. المسافة اللي كان بيحسبها بسهولة تبقى صعبة، الحركة اللي كان بيتوقعها تبقى مفاجأة، وده يخليه يفشل مرة واتنين وتلاتة، لحد ما الفشل يبقى هو القعدة. ووقتها يبدأ يدور على حل أخطر يقرب من البشر، مش لأنه عايز لكن لأنه مضطر. الفريسة السهلة بقت هي الخيار الوحيد، لكن حتى ده مش بيضمن له النجاة. طيب، خلينا نسأل سؤال تاني: هل كل الحيوانات بتضعف نظرها بنفس الطريقة؟ الإجابة لأ. في عوامل تانية بتلعب دور كبير. واحد من أخطر العوامل دي هو البيئة. الحيوانات اللي عايشة في أقفاص أو أماكن مغلقة عينها بتتعود على مدى معين، مفيش مسافات بعيدة، مفيش تنوع بصري، ومع الوقت العين بتفقد قدرتها على التكييف، وده بيخليها تصاب بقصر النظر. نفس الفكرة اللي بتحصل للبشر اللي بيقعدوا بالساعات قدام الشاشات. لكن في نقطة أخطر: الضوء، ضوء الشمس مش مجرد إضاءة، ده عنصر أساسي لصحة العين. لما الحيوان يتعرض له بشكل كافي عينه بتنمو بشكل طبيعي، لكن في الأماكن المغلقة الإضاءة ضعيفة، وده بيأثر على تكوين العين نفسها. تخيل إن المشكلة مش بس في الرؤية لكن في تكوين العين من الأساس. نروح لعامل تاني: الوراثة. بعض الحيوانات بتتولد وهي أصلا عندها استعداد لضعف النظر في الطبيعة. النوع ده غالبا ما بيكملش، لكن مع تدخل الإنسان الوضع اتغير. بقينا نحافظ على سلالات حتى لو فيها مشاكل، وده بيخلي الصفات دي تنتقل من جيل لجيل. وهنا السؤال: هل احنا بنساعد ولا بنأذي؟ نخش على عامل تالت يمكن اختارهم: التغذية. الحيوان في الطبيعة بياكل اللي جسمه محتاجه، لكن في البيوت الموضوع مختلف. في وقت من الأوقات القطط بدأت تفقد بصرها بشكل غريب، والسبب كان صادم أكل غير مناسب، نقص عنصر بسيط لكنه أساسي: التورين. العنصر ده لو مش موجود شبكية العين تبدأ تتدمر والحيوان يفقد بصره تدريجيا. نفس الفكرة مع الفيتامينات. نقص فيتامين ألف ممكن يضغط على العصب البصري ويؤدي لعمى كامل. تخيل إن سبب فقدان البصر
ممكن يكون مجرد أكل غلط غير كل ده. في أمراض طبيعية زي المياه البيضاء اللي بتخلي العدسة معتمة والحيوان يشوف الدنيا ضباب، ومع الوقت الظلام يزيد لحد ما الرؤية تختفي. لكن هنا يظهر دور العلم. دلوقتي بقى في طب عيون للحيوانات، عمليات، عدسات، علاجات. حيوانات كانت فقدت بصرها رجعت تشوف تاني. لكن السؤال المهم، هل كل الحيوانات عندها الفرصة دي؟ الإجابة لأ. الحيوان في البرية لو فقد بصره غالبا قصته بتنتهي، وده اللي يخلي الموضوع مرعب، لأن ضعف النظر مش مجرد مشكلة صحية، ده حكم ممكن يحدد الحياة أو الموت. تخيل بقى عدد الحيوانات اللي بتمر بالتجربة دي في صمت بدون علاج، بدون مساعدة. وده يرجعنا لنفس السؤال، هل فعلا احنا مختلفين عنهم ولا احنا بس عندنا فرصة تانية؟ في النهاية الحيوانات بتضعف نظرها زينا ويمكن أكتر، لكن الفرق الحقيقي إن احنا نقدر نعالج وهم لأ. ولو وصلت لحد هنا اكتب في الكومنت انت شايف مين حياته أصعب، وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات. سلام.